الدماء نموت ويحيا الوطن لتدكو السماوات برعدها لترمي الصواعق نيرانها إلى عز نور السلام مجدها رجال البلاد وشبانها. C'est de la céramique, معناها الفنون الجميلة راهو سي با اونيكمون لا بانتور مي سيراميك فيها حاجات فنية كبيرة برشا فهمت. دونك سي اون انكر انا حاسس بالجوا الأكاديمية البحرية وهذه لوكتا سي المنظمة الثقافية التونسية الألمانية الجمعية اللي احنا دونك سيتي سبيسيال للزيارة هذه والأكاديمية. فريمون يعطيكم الصحة إلى سيناتور نتاع مدام ليندا عبد اللطيف. Entre parenthèses, je suis artiste. Voilà.
الأكاديمية البحرية هي مؤسسة جامعية تتبع التعليم العالي العسكري، تكون التلاميذ الضباط المستقبل في شعبتين، شعبة البحرية الوطنية وشعبة البحرية التجارية. عديد الاختصاصات، نكون ضباط قيادة السفن والضباط المهندسين في المحركات، كذلك نكون ضباط مهندسين في الإعلامية. تأسست هذه المؤسسة سنة 78، عندها 38 سنة أقدمية. هي مؤسسة متواجدة في مدينة منزل بورقيبة، واليوم بمناسبة زيارة شباب وإطارات منظمة التوأمة التونسية الألمانية منزل بورقيبة شتوتغارت، اللي حبوا يشاركونا احتفالات جيش الوطني بالذكرى 60. بالنسبة للتكوين متاع تلامذة الضباط، أصبح الآن يتم على مدى 5 سنوات. من قبل كان نوفروا كان التكوين على المستوى الثاني، بعد ما نتلقاو تلامذة الضباط من المدرسة التحضيرية للأكاديمية العسكرية إيكول بريباراتوار ديز أكاديمي ميليتير. الآن أصبح التلامذة يتلقاو التكوين التحضيري لمدة 2 في الأكاديمية البحرية، ثم يتلقاو التخصص في خلال 3 سنوات اللي تليها. كل تكوين عنده خصوصياته. بالنسبة للبحرية الوطنية بعد 3 سنوات يتحصل تلامذة الضباط إضافة إلى الرتب العسكرية على شهادة مهندس اختصاصين، اختصاص كما قلت قيادة سفن، واختصاص هندسة محركات. بالنسبة للبحرية التجارية اللي التكوين متاعهم يعتمد ويطبق المعايير الدولية اللي تضبطها المنظمة الدولية للملاحة. الجودة زاد لو نعرج عليه، مكن إدارة التكوين والتعليم بالأكاديمية البحرية باش توفر أحسن تكوين للتلامذة الضباط من خلال البرمجة، من خلال متابعة المدرسين، من خلال متابعة الدروس، من خلال كذلك متابعة التقييم، وكله معناها مصادقة عليه. كونه كذلك ضباط لسلك الحرس البحري، وزاد كيف كونا لفاية الديوان البحرية. هذوما الأسلاك اللي هي متواجدة مع جيش البحر معناها، والبحرية التجارية في تعمل معناها بالبحر. عسلامة ساعة، زيارة كانت ممتازة على الآخر غراس للوكتاج الجمعية الثقافية الألمانية. جي جامي يو لوكازيون باش نجي ونزور الأكاديمي نافال بمنزل بورقيبة. أورغانيزاسيون، نظام، نظافة، حاجة نو كومنت. انا بصراحه عجبتني كوم اكتيفيتي، وديما لوكتا يعملونا دي زيفينمون يعني، مي الاكتيفيتي هذه بارمي لي ميور يعني. وعمري بالحق ما تصورت هكا الاكاديميه، وفرحوا بينا على الاخر. والله بالنسبه لي انا اكتشاف ما كنتش نتصوره بالكل. يعني جامعه بحذانا من بورقيبه عريقه، وما نعرفوش، نعرفوا على حد شيء، نعرفوه كان الأكاديمية بلاكر من برا، ومن داخل شيء آخر، شيء واحد يفتخر به. يعني اللي عندنا في تونس جامعة في المستوى هذا، وفي النظام وفي البرمجة الممتازة، يعني شيء يعمل كيف، شيء واحد يفتخر به بالحق. سي رسم السؤال يقول لك كيفاش باش توظفوا هالمكسب هذايا لخدمه مدينه منزل بورقيبه؟ نحاولوا كل هذا يعطينا احنا دفع كبير باش نخدموا بلادنا اكثر، وان شاء الله ربي يقدرنا للفعل كل ما نجموا لفايدة منزل بورقيبه. احنا اعمارنا واوقاتنا كل عطيناها لمنزل بورقيبه، ومازلنا ما دمنا مازلنا نجموا نعطوا حاجه لمنزل بورقيبه، احنا ما نبخلوش على بلادنا.